جزئية كمان بقى للسادة اللي هم قرايب ميسي، اللي هم بيتعاملوا مع الأمر إن إيه، كأنك أنت تقريبا أنت لو شتمته شخصيا مش هيزعل كده يعني. بصوا يا إخوانا، علشان تبقوا انتوا يعني فاهمين يعني، لأن برضو في كذا حد كلمني في النقطة ديت وقال لي يا ريت توضحها بشكل أكتر. وإحنا هادين، دي منظومة صهيونية باينة جدا. المنظومة ديت عايزة كل حاجة لما تيجي تتقال بطريقة معينة بتسلسل معين. الصهاينة دايما ما بيفكروش تحت رجليهم. الصهاينة دايما اللي قرا الكتب بتاعتهم واللي عارف طريقة تفكيرهم، الصهيوني أو الحركة دي ده بيفكر مثلا على 20 سنة قدام، مش على سنة ولا اتنين، كمان على 20 30 40 70. فانت لما تقعد تشوف التسلسل بتاع ميسي، ميسي هو لاعب عادي، لاعب عنده ربنا اداله شوية موهبة، ما كل الناس عندها مواهب والله يعني. وانا ما عندناش مشكلة في النقطة دي، بس لما تشوف البني ادم ده، البني ادم دوت ماشي بطريقة معينة وبيتغلغل جواك، اللي هو سنة بسنة سنة بسنة سنة بسنة، بتلاقي نفسك فجأة ده بقى قدامك هو البيك بتاعك. للأسف الشديد لما بنحاول نفهم كده الناس بتزعل. ميسي لما مشي من برشلونة كانت واجهته باريس سان جيرمان، الراجل قعد سنة سنتين ما تأقلمش، ما فكرش كتير وقام جاي طالع على أمريكا وبقى هو العلم بتاعهم. ميسي، طب انت راجل رحت أمريكا أوكي ما عندناش مشكلة، طب ما هي أمريكا مساندة لإسرائيل، طب ما هو أنت ودولتك مساندين لإسرائيل واليهود بتوعكم ورئيسك يهودي. فسنة بسنة بيبدأ هو يغلغل لك، يقعد يعمل لهم حاجات ويقوم جاي يرمي لك في النص كده ايه خبر، ده ميسي بينشد الأطفال الفلسطينيين. يا عم باشا، ما أنا ما شفتش، اطلع يا باشا اتكلم. والموضوع أنا مش هقول لك أسماء ولا هقول لك ده ولا ده، اطلع يا باشا اتكلم علني، انت ما بتتكلمش علني. طب لما جيت مصر هنا وزي حواس بيكلمك انت ما اديتلوش اي احترام متبادل ولا اي حاجه، فزي حواس شتمك، قال ده بني ادم اهطل ولا اهبل حاجه كده يعني. طب هو زي حواس اصلا ليه في الكوره؟ زي حواس ولا تفرق معايا؟ فاخواننا بعد اذنكم يعني فكروا في الامر. الموضوع ملوش علاقه بالكوره بس، الموضوع له علاقه بالسياسه، الموضوع له علاقه ان هو عايز يحط لك ده النموذج، ان النموذج ده كسب، النموذج ده في امريكا، النموذج دوت بيدعم اسرائيل، يبقى هو ده الصح. دي سياسة اعلامية فاشلة من امريكا واسرائيل. اتمنى الرسالة تبقى وضحت يعني واحنا بنتكلم بهدوء.